السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. النهارده هنكمل فيديوهاتنا في فيديوهات كأس العالم للأندية 2025. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن دور ال 16، عن دور المجموعات معلش، واللي حصل فيه وتوقعاتنا لدور ال 16. طبعا معظم التوقعات اللي احنا توقعناها طلعت صح، ما عدا توقع واحد بس وهو الهلال ضد مان سيتي. طبعا مفاجأة كبيرة ان الهلال يكسب مان سيتي بنتيجة 4-3، بس هنتكلم عن الماتش ده بعدين. فالنهارده احنا جايين نتكلم عن اللي حصل في دور ال 16 وتوقعاتنا لدور ربع النهائي ان شاء الله. فاهم حاجه، ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتعالى يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول ماتش معانا في دور ال 16 كان ما بين بالميراس وبوتافوجو، فرقتين برازيليين بيطحنوا في بعض، بس اللي قدر يكسب في الماتش ده في النهايه هو بالميراس بنتيجه 1-0. طبعا الماتش مش هنقدر نقول انه كان ماتش حلو او ماتش وحش، بس كان الماتش كان متكافئ الفرص نوعا ما. بالميراس اي نعم هي اللي تفوقت بالنسبه للشوط وبالنسبه للخطوره ناحيه الجون، وفعلا هي قدرت بدوت ان هي تجيب جون وتحافظ على النتيجه وتكسب. اي نعم الجون جه في الاكسترا تايم، فضلنا طول 90 دقيقه قاعدين ساكتين ما بنعملش اي حاجه، الفرقتين ما لهمش اي ثلاثه لازمه في الملعب، بس في الاخر في جون جه في الاكسترا تايم، وقدرت بالميراس بالجون ده ان هي تصعد لدور الثمانيه. ده كل كلامنا عن الماتش، ان بالميراس فعلا كانت هي المتوقعه ان هي تكسب، وهي الاحق ان هي تكسب من بوتافوجو، لان بالميراس شكلها في اللعب احسن بكتير من بوتافوجو. فتعالوا نروح للماتش اللي بعده سريعا. الماتش اللي بعده اللي كان ما بين بنفيكا وتشيلسي، طبعا قدرت تشيلسي ان هي تكسب بنتيجه 4-1 في الاخر، بس طبعا بعد ما رحنا الاكسترا تايم برضه تاني ماتش على التوالي ان احنا نروح اكسترا تايم، وده يعني شيء غريب في البطوله ديت ان احنا بنقعد كتير قوي. في نفس الوقت الشيء الغريب برضو ان الماتش تقريبا وقف تقريبا ساعتين او اكتر من ساعتين تقريبا بسبب العواصف والاحوال الجويه بتاعتهم ديت يعني، بس كان شيء ممل قوي يعني. هو في الماتش تقريبا وقف في الدقيقه 85 86، الماتش تقريبا كان المفروض يخلص الساعه 1، رجعنا كملنا الماتش الساعه 3، فده كان شيء مش حلو يعني، ان احنا فاهم الساعتين دول ليه طيب. وفي الاخر بنفيكا جابت جون في اخر الدقائق كده يعني، كانت تشيلسي كانت كسبانه 1-0، بعد كده بنفيكا جابت جون في بيلين من دي ماريا، قدرت ان هي تتعادل، وبعد كده رحنا الاشواط اضافيه، طرد من بنفيكا واحد، كده قدرت تشيلسي ان هي تجيب 3 جوان. طبعا 3 جوان دول فرقوا جدا وتشيلسي صعدوا. تشيلسي طبعا في الاكسترا تايم كانت هي اللي ماسكه الماتش، في الاغلب هي اللي كانت ماسكه الماتش في طول 90 دقيقه اصلا، بس قدرت تشيلسي. كان ماتش ماشي نوعا ما طول 90 دقيقه، كان ماتش جميل، وكان فيها هجمات من بنفيكا خطيره ممكن برضو ان هي تاثر على نتيجه الماتش، بس تشيلسي برضو قدرت ان هي تكسب، لان تشيلسي برضو الهجوم بتاعها كويس نوعا ما. وده كل كلامنا عن الماتش ده. تعالوا نروح للماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده اللي كان ما بين باريس وانتر ميامي. طبعا باريس قدرت تكتسح انتر ميامي 4-0 مع الرأفة والحلويات. ده ماتش مش محتاج كلام كتير، لان باريس كان متوقع انها تكسب، وبالفعل هي كسبت. وباريس بتشوط اي حد قدامها في البطولة دي، متوقع لها ان هي توصل ادوار حلوه في البطوله دي، بس كان فعلا باريس بتلعب باداء كويس، وقدرت بعد الماتش ده خسرته من بوتافوجو ان هي تقدر ترجع تاني في البطوله وترجع تاني في المنافسه وتبدا تركز شويه في المنافسه. هنروح للماتش اللي بعده اللي هو ماتش بايرن ميونخ وفلامينجو. طبعا قدرت بايرن ان هي تكسب بنتيجه 4-2، بس الماتش ده كان كويس وفلامينجو لعبت بشكل كويس جدا. ده يعني ما قللش ان هي خسرت من البايرن، بس البايرن فعلا كانت احسن يعني، متوقعه برضه ان البايرن هتبقى احسن، بس لغايه دلوقتي الفرق البرازيليه برضه نرجع ونقول ان هي عامله بطوله تاريخيه لغايه دلوقتي. فلامينجو قدرت ان هي تجيب جونين، وده كان شيء برضو يعني مش سهل في البايرن. اي نعم البايرن السنه دي ما هياش احسن حاجه، او في البطوله ديت ما هياش احسن حاجه، بس بايرن برضو قدرت ان هي تكسب وتعدي بخبره السنين والحاجات الجميله اللي احنا عارفينها ديت. هنروح للماتش اللي بعده اللي انا توقعته اللي هو انتر وفلومينيزي. طبعا فلومينيزي قدرت تكسب انتر يعني استريح نوعا ما. انا شفت الماتش كان كويس جدا. فلومينيزي طبعا شكلت خطوره كبيره جدا على انتر ميلان، وانتر ميلان ما لعبتش تقريبا الماتش كويس، ما عدا كام فرصه مثلا هنقولها في اخر الشوط الثاني، وممكن في الشوط الاول برضو كان فرصه كده، دول كانت خطوره انتر ميلان. لكن فلومينيسي قدرت ان هي تلعب الماتش، قدرت ان هي تكسبه، وبالفعل كانت تستحق ان هي تكسبه، وده كان توقعي. وفلومينيسي الصراحه اللي انا شايفه ان هي تقدر تكمل في البطوله ديت لابعد من كده كمان، وممكن تعدي من ربع النهائي. بس الماتش كان كويس جدا للي فاتوا الماتش كان حلو قوي. اي نعم هنقول ان كان في لحظات ممله شويه، بس لا الماتش كان كويس وفلومينيزي قدرت تكسب، وانا توقعت الموضوع ده صح، لان انتر ميلان بادائها اللي احنا شفناه في المجموعات ما كانتش تستحق اصلا ان هي تكمل في البطوله دي، ده بالفعل اللي حصل. فتعالوا نروح للماتش اللي بعده اللي هو كان الماتش المفاجاه في دور ال 16 كله. كل توقع ان السيتي هتصعد، بس الهلال عملتها وصعدت. طبعا احنا شفنا السيتي في المجموعات كانت كاسحه، وقدرت تصعد ب9 نقط في المجموعات بالعلامه الكامله، وقدرت طبعا تسجل اهداف كتيره جدا سواء في اليوفي او في العين او في الوداد. بس الهلال على الناحيه الثانيه كان بيمر بفتره وحشه قوي في دور المجموعات،
كانش ليه شكل مميز في دور المجموعات ان احنا نقدر نقول الفريق بيلعب بشكل حلو، الفريق بيلعب بشكل كويس. بس لا، الهلال كانت طريقته مش لطيفه في المجموعات. الهلال ما كانش بيلعب بشكل كويس في المجموعات. حتى الماتش الاخير اللي كسبه باتشوكا كان عامل ماتش كويس برضه قصاده، كان ممكن في اي لحظه ان باتشوكا يجيب التعادل والهلال يطلع. بس الهلال صعد من دور المجموعات، وده كلام يعني اتكلمنا فيه قبل كده. جينا لدور ال 16 كان هيقابل السيتي، بس توقعنا كلنا ان السيتي هي اللي هتكتسح الماتش دوت. بس على العكس تماما، الهلال لعبت جيم كويس جدا جدا جدا، وبالفعل قدرت تكسب بنتيجه 4-3. وما نقللش جدا من الاداء اللي قدمته الهلال في الماتش ده، لان الهلال فعليا لعبت كويس جدا طول الماتش، وقدرت ان هي تحجم خطوره السيتي. نعم السيتي جابت 3 اجوان، وكان السيتي متقدم في الماتش في الاول، بس قدرت الهلال ان هي ترجع، وقدر ان هم يقلبوا النتيجه، وقدروا ان هم يكسبوا. اي نعم كان في بعض الاجوان تخبيط وحاجات من ديت، بس ده ما يقللش جدا من المجهودات اللي الهلال عملتها، وتحياتنا كلها يعني. وده تشريف للفرق العربيه اللي كلها خرجت اصلا من الدور الاول، فان الهلال تكسب السيتي في الدور 16 وتصعد لربع النهائي، ده كان شيء كويس جدا. فتعالوا نروح برضو على الماتش اللي بعده، اللي هو كان الريال واليوفي. كلاسيكيات بقى. طبعا الماتش شفنا فيه شكل جديد وشكل حلو من كوره تشابي الونسو للريال. الريال طبعا عمل ماتش كويس، واليوفي برضو كذلك عملت ماتش كويس جدا. بس احنا هنتكلم شويه عن الريال وعن الشكل اللي وصل له الريال، يعني بما اننا رجع الريال. بس اللي انا عايز اقوله ان في خلال الماتش ده ان الريال لسه عنده مشاكل في الحته الهجوميه. محتاجين يبقى الفعاليه اكتر. ده ما طبعا ما يقللش ان اليوفي عمل جيم دفاعي كويس، بس برضه الريال محتاج في الهجوم. طبعا احنا شفنا ايريك جارسيا واللعب بتاعه، الراجل ده وافتكروا الكلام، لو هو كمل على نفس المستوى اللي هو فيه دوت هيبقى حاجه كبيره جدا في الريال. طبعا الراجل اداؤه حلو، بيدخل على الكوره، بيضغط، بيعمل كل حاجه، بيلعب بالراس. فالراجل يعني مقفل كل حاجه تقريبا. بس هو بس الاستمراريه، لو هو استمر على كده فده هيبقى موهبه كبيره جدا في الريال، وهيأثر جدا على اداءات الريال في الفتره الجايه. ونروح للماتش اللي بعده، كان بين بروسيا دورتموند ومونتيري المكسيكي. طبعا المتوقع ان بروسيا تكسب الماتش دوت، وبالفعل هي اللي كسبته بنتيجه 2-1. انا ما شفتش الماتش، ان الماتش بيبقى الساعه 4 الفجر، وماتشات الساعه 4 الفجر ديت الصراحه يعني الواحد بيشوفها بالعافيه. بس قدرت دورتموند ان هي تكسب مونتيري بنتيجه 2-1. ما شفتش الماتش وما اعرفش ايه اللي حصل فيه الصراحه. فتعالوا نروح سريعا كده عشان الفيديو ما يطولش معانا قوي، عشان نروح لتوقعات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025. أول ماتش معانا هيبقى ما بين الهلال وفلومينيزي. طبعا الماتش الفرقتين متكافئين نوعا ما، فلومينيزي مقدمة بطولة لغاية دلوقتي ولا أروع، والهلال برضو مقدم برضو ماتش اللي لسه ملعوب ده مقدمه بطريقة حلوة جدا، وإنزاجي عامل فريق كويس وعامل لعب كويس في الفرقة. بس التوقعات اللي أنا هروح لها اللي هيكسب الماتش ده هو، يعني بص، الواحد محتار قلبه مع الهلال وبيقول يا ريت الهلال يكمل كفرقة عربية وبتمثل الفرق العربية والفرق السعودية، بس الواحد هيتوقع ان فلومينيزي هي اللي هتكسب. طبعا اقول ان الهلال يكسب، طبعا يعني نفسي الهلال ان هو يكسب، بس انا بقول ان فلومينيزي هي اللي هتكسب، لان فلومينيزي بتقدم اداء احسن من الهلال. الهلال ممكن يخطف الجيم زي ما عمل مع السيتي طبعا، بس العقل بيقول ان فلومينيزي هي اللي هتصعد لدور نص النهائي. هنروح للماتش اللي بعده وهو ماتش تشيلسي وبالميراس. هنحب نقول لبالميراس ان هو كفايه قوي على كده في البطوله ديت ومع السلامه. ومن هنا طبعا انت عملت اداء كويس طول البطوله وصعدت لدور ربع النهائي، بس كفايه عليك قوي لحد كده، وتشيلسي هي اللي هتصعد. هنروح للماتش اللي بعده، الماتش اللي هو احسن ماتش في الدور ده لغايه دلوقتي، تقريبا احسن ماتش في البطوله لغايه دلوقتي هيتلعب ان شاء الله، وهو بين بي اس جي وبايرن ميونخ. طبعا الماتش هيبقى حلو جدا. باريس السيزون بتاعها الخرافي اللي عامله فيه كل حاجه واداءات كويسه جدا، وبايرن بخبره اللعيبه اللي عندها. نعم باريس معظمها كلها لعيبه شباب، بايرن لا عندهم ناس خبره شويه. بس اللي انا اتوقع انه هيكسب الماتش ده، هيبقى ماتش حلو جدا 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 وممتع، بس في نفس الوقت صعب ان الواحد يتوقعه، صعب ان احنا نعرف ايه اللي هيحصل في الماتش ده، لان هيبقى ماتش حلو قوي. يعني انا يعني فاهم متردد في التوقع بتاعه، بس انا هروح مع باريس، لان باريس في السيزون دوت وفي السنه ديت هي مقدمه اداء كويس جدا تقدر تكسب بيه اي فريق اصلا. فانا هروح مع باريس اللي هي اللي هتصعد لدور نص النهائي. هنروح لاخر ماتش معانا في ربع النهائي وهو بين الريال ودورتموند. دورتموند طبعا السنه دي مش في احسن احوالها، وكذلك الريال هنقول برضه، بس الريال بيقدم شكل جديد. الريال بدأ ان هو يطلع احسن. فالتوقع اللي هيقول برضو ان انا في اي ماتش هيتلعب للريال، انا هتوقع الريال هو اللي هيكسب. طبعا الريال هيكسب دورتموند وهيصعد لدور نص النهائي. طبعا الريال لو صعد هيقابل يا باريس يا بايرن ميونخ.
طبعا الفرقتين تقال جدا، ولو الريال صعد وقدر ان هو ينجح صعود من بروسيا فساعتها هنقابل ماتش تاني للريال سواء مع البايرن، حاجه من الكلاسيكيات برضو بتاعه دوري الابطال وحرق الاشجار والحاجات دي، يا هنقابل باريس بنسختها المرعبه السنه دي. فده شيء هيبقى صعب جدا، والناحيه اصلا ديت كلها اللي هي ناحيه الريال وبايرن وباريس، الجزء اليمين في البتاع دوت هو جزء يعني مدمر. نروح للناحيه الثانيه، لو فلومينيسي او الهلال صعدوا هيقابل اللي هيصعد من تشيلسي او بالميراس، والله هيبقى تشيلسي وفلومينيسي هيلعبوا بعض. فيعني انا الله اعلم، نتوقع بعد كده ده اللي هيحصل بعدين، وهنتكلم عن الماتشات دي بعدين ان شاء الله لما تتلعب. فبس يعني دي كان كل كلامنا عن دور ال 16 واللي حصل فيه، كان فيديو خفيف كده لطيف يعني ما فيش كلام كتير قوي يتقال، وتوقعاتنا لدور ربع النهائي. اما حاجه عزيزي المشاهد، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتنزل تشوف باقي الفيديوهات اللي في القناه. وبس كده، سلام.